هنا هذا المعنى: لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، خلقه من طين، من تراب، من مادة، ولكن لم يبقي على هذه المادة فقط، لم يبقي على هذا الطين فقط، ولكن نفخ فيه من روحه، فتلقى نفحة قدسية من الله عز وجل غيرت هذه المادة، غيرت هذا الطين، غيرت هذا الكيان، فأصبح كيانا آخر يجمع بين أمرين، يجمع بين الروح والمادة. ولكن ما علاقة هذا بشهر رمضان؟ إننا نعيش بقية شهور العام لا قيود. ما الذي يتغذى؟ الأكل، الشرب، الشهوات. من الذي يأخذ هذا الغذاء؟ المادة، الطين، التراب. ولكن أين غذاء الروح؟ أين هذه النفحة القدسية؟ إنها تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى غذاء ترتفع به وتسمو كما يحتاج الجسم إلى غذاء. فيأتي شهر رمضان يعطي هذه الروح غذاءها، فإذا بالصيام، إذا بالقرآن، إذا بذكر الله عز وجل، إذا بالصلوات، إذا بهذه النفس تسمو وتعلو، وإذا بهذه الروح تأخذ غذاءها الذي أراد الله سبحانه وتعالى لها. من هنا كان هذا الشهر وكانت هذه الأفضلية. يقول لك الله عز وجل في هذا الشهر: صم أيها الجسد، صم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات، وتغذي أيتها الروح، أيتها النفحة القدسية من الله عز وجل. خذي غذائك من الصلاة ومن الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن ومن الذكر، حتى تنطلق هذه الروح بعد ذلك بقية العام وقد أخذت غذاءها وقد انتعشت وقد تغيرت. هذا هو المعنى الذي يبثه فينا رمضان. هذه هي الخيرية التي يجب أن تنظر إليها الأمة وتدرك ما في هذا الشهر من الخير، وتتمنى هذه الأمة لو كان العام كله رمضان حتى تسمو هذه الروح فوق الطين وفوق المادة وفوق الأغلال. هذه لمسة من لمسات رمضان. ولمسة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من هذا الشهر، يعلمنا كيف يمكن أن نغير من أنفسنا، كيف يمكن أن نغير من أنفسنا، كيف يمكن أن نصنع من أنفسنا شخصا جديدا بروح جديدة وبطاقات جديدة وبقوة جديدة. كيف نصنع كل هذا؟ أنت تأكل وتشرب وتمارس ما تريد دون ما قيد أو شرط، ثم يأتي الله عز وجل في هذا الشهر ويقول لك: لا تفعل. صم من هذا الوقت إلى هذا الوقت، لا تأكل، لا تشرب، لا تأتي شهوتك، لا تفعل لا تفعل لا تفعل. فإذا بك
تلتزم وتقول سمعا وطاعة وتنفذ. استطعت أن تغير من ماذا؟ تغير من شيء اعتدت عليه، من أشياء اعتدت عليها. إذن حينما يكون في المجتمع أشياء، هل نستسلم لها ونقول لا نستطيع أن نغير، لا نستطيع أن نصلح، لا نستطيع أن نفعل، لا نستطيع؟ يقول لك الصيام كلا، ويقول لك رمضان كلا. أنت تستطيع أن تفعل، وتستطيع أن تغير، وتستطيع أن تصلح، وتستطيع أن تقيم الخير، وتستطيع أن تقمع الشر، وتستطيع أن تقول للظالم يا ظالم، وتستطيع أن تفعل كل هذا مما علمك رمضان. فرمضان شهر يعلمنا ويعلم المسلم أنه قادر على أن يغير، قادر على أن يصلح، قادر على أن ينشئ من نفسه نفسا جديدة تستطيع أن تقاوم الظلم، وتستطيع أن تحيي الخير في المجتمع. أقول هذا وأنا أتحدث إليكم من هذا الموقع، من هذا المكان، ممثلا لحزب الحرية والعدالة الذي يريد أن يحدث التغيير في هذا المجتمع، يريد أن يستمد من روح رمضان ما يدفعه إلى هذا التغيير، يغير المجتمع إلى الأفضل، إلى الأحسن. يذكر نعمة الله أولا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بهذه المنة، وهو الذي مكنه من أن يقف هذا الموقف. لم نكن لنقف ولا نستطيع أن نقف هذا الموقف لولا منة الله علينا، منة الله علينا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم بنصره لعلكم تشكرون. سبحانه الله سبحانه وتعالى يمن بذلك على الفئة المؤمنة، يقول لهم تذكروا وإذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس، تذكروا نعمة الله عليكم أنه آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. لكن العجيب والأعجب ما جاء في هذا القرآن، ذلك الكتاب الذي نزل في هذا الشهر الكريم بعد هذه الآية، بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الفئة المؤمنة، ذكرها بنعمته عليهم بالإيواء والنصر والتمكين. ماذا تأتي الآية التي بعدها مباشرة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. شيء عجيب، ربما يتساءل الإنسان إيه اللي جاب الأمانة هنا؟ ده هم لسه خارجين من حرب مع المشركين، وربنا بيذكرهم بهذا الاستضعاف وبهذا التمكين وبنعمة الله عليهم. لكن هذا القرآن وهذا إعجاز القرآن لأنه من عند الله الواحد الأحد، لأن هذا النصر يعقبه تمكين، والتمكين أمانة أن تقيم حكم الله عز وجل، وأن تقيم العدل بين الناس، وأن تصلح بين الناس، وأن تعطي للناس حريتها، وأن تعطي للناس كرامتها. هذه أمانة لمن ينصره الله عز وجل ولمن يستخلفه. فتأتي هذه الآية التي تحرم على المؤمنين أن يخونوا أمانتهم
التي سيوكلها الله إليهم، وهي أن يقيموا العدل بين الناس. سبحان الله. تأتي هذه الآية بعد تلك مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم تأتي الآية الأخرى وهي أنه سيعقب هذا التمكين والرزق: كنتم فقراء وضعفاء لا تملكون شيئا، ستأتيكم الأشياء فماذا ستفعلون؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. عشان يحذر المؤمن حينما يقبل على هذه المرحلة، يحذر ويدرك هذا المعنى جيدا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله نتلوه في شهره، في هذا الشهر، لنتدبر ونعي وندرك كم هي أمانة تستحق أن نحافظ عليها، وتستحق أن نرعى الله سبحانه وتعالى فيها، وألا نخون هذه الأمانة، وأن نقبل على الله عز وجل بهذا الخير ونقدم هذا الخير للناس دون ما امتنان عليهم، ودون ما أن نظن أن في ذلك فضل علينا أو فضل لنا على الناس، وإنما هو محض الفضل من الله وحده، فله الحمد وله الشكر. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو شرفنا دلوقتي وحضر وهو موجود على المنصة. الآن أيها الإخوة مع كلمة أستاذنا الشيخ محمد عبد العزيز، وهو مرشح سابق لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2010 اللي فاتت، وهو يعمل مفتشا بهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو المشرف العام على مدرسة القرآن الكريم بأبو تيج. حصل في الانتخابات الماضية على 24,000 صوت بعد التضييق والتشديد، وحصل منافسه على 4,000 صوت، إلا أن أصحاب اليد الطولى زوروا 23,000 صوت، فأصبح المنافس 27,000 صوت ونجح. وللأسف لم يوفق أستاذنا الشيخ محمد عبد العزيز لأنه كان محظورا، فنحمد الله عز وجل أن من علينا هذه المنة الكريمة وهذه النعمة العظيمة. نسمعكم من كلماته الرقيقة أستاذنا الشيخ محمد عبد العزيز، وهو كان مرشحا كما قلت في العام الماضي لجماعة الإخوان المسلمين محتجرا أبو تيج. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه